زيزو جاله عرض السنه اللي فاتت ب 6 مليون دولار، يعني 300 مليون جنيه مصري، وجمهور الزمالك رفض وضغط على الاداره علشان يحتفظوا بزيزو. النتيجه ان زيزو لا جدد ولا اتباع، والزمالك لا استفاد فنيا ولا ماديا، بل بقى الاكتر من كده راح الاهلي. يعني ايه؟ يعني قلم على الوش. جمهور الاهلي بعد كاس العالم للانديه واقع في نفس المشكله تقريبا. وسام ابو علي نجم النجوم في النادي الاهلي بعد هاتريك ما حصلش قبل كده في كاس العالم للانديه راجع، وكل التقارير الصحفيه بتقول ان جاي له عروض تفوق الخيال. اقربها نيوم السعودي عارض 12 مليون دولار مع 30% اعاده بيع زائد بعض الاضافات لو سجل عدد معين من الاهداف ولو حصلوا على الدوري وشويه حاجات كده تكميليه للعقد. كل ده بيحط ضغط على مين؟ مش على الاداره، على جمهور النادي الاهلي. لان جمهور النادي الاهلي دايما بيتسم بالموضوعيه. صحيح بيحب لعيبته لكن بيحب فريقه في المقام الاول. يعني دايما مش هتلاقي في كلمه النجم هو الفريق غير عندنا في النادي الاهلي. علشان كده جمهور الاهلي مقسوم، او تقدر تقول كده في حوار مجتمعي اهلاوي. يعني ايه حوار مجتمعي اهلاوي؟ يعني الناس اللي خايفه على الخساره الفنيه هتلاقيهم بيقولوا لا يا عم احنا قعدنا سنين على ما نلاقي فيرود بالكواليتي ده، ومش بعد ما لقيناه نفرط فيه علشان شويه فلوس. احنا نادي مش استثماري، ونادي بتاع بطولات، ونادي شعبي. يعني اللعيب اللي يجي لنا محتاجين نستفيد منه فنيا لاقصى درجه، ويقعد معانا لاطول مده ممكنه. وفي نفس الوقت تلاقي الناس اللي بتؤيد بيع وسام بيقولوا انا دلوقتي لو ما بعتش وسام ابو علي بالمبلغ الخرافي ده انا كده بحطه هو تحت ضغط نفسي كبير. العرض مش واقف بس عند الفلوس اللي الاهلي هياخدها، العرض كمان فلوس هيحصل عليها وسام في الموسم. يقال 4 مليون دولار في الموسم، يعني 200 مليون جنيه. انت في النادي الاهلي ما بتديلوش الرقم ده. يعني هو هيبقى قاعد مش مبسوط. مبسوط بالجماهيريه، لكن مش مبسوط لانه بيخسر في كل موسم ما يزيد عن 2.5 مليون دولار. بعد 3 سنين لما العقد يخلص هيقول لك شكرا على الجماهيريه والشعبيه، انا رايح الم فلوس. وفي الحاله دي بقى يا معلم هتبص تلاقي ان النادي الاهلي خسر فنيا ومعهوش الفلوس الكتيره قوي اللي لو لقى لعيب بكواليتي قريب من وسام يقدر يجيبه. فساعتها هتبقى خسرت فنيا وماديا. اما دلوقتي انت معاك متسع من الوقت ومعاك فلوس تقدر تدور وتنقي وتختار وتجيب كواليتي يعوضك عن وسام. صحيح ان كواليتي وسام مش بس كواليتي قوي، انت كمان مش خسران لعيب اجنبي لانه فلسطيني ومتسجل محلي. اما لو جبت لعيب اجنبي فهيتسجل اجنبي، وانت عندك 5 بس فوق السن و2 تحت السن، فهتخسر مكان كمان. لكن الحسبة نفسها معقدة. علشان كده إدارة النادي الأهلي لازم تسمعنا في الحوار المجتمعي الأهلاوي اللي قلنا عليه في الأول، لكن كمان لازم تحط على الترابيزة مصلحة الأهلي، وإن النجم هو الفريق مش أي حد تاني.